الألفاظ الكردية المعربة، كتاب للدكتور ضياء رجب. أبلق، مؤنثه بلقاء، يقال لتواجد الأبيض مع الأسود معا في شيء ما. الكلمة معربة من الكردية بلك، وهي بنفس المعنى. الأبرق، وهو ما خالط الرمل من الأحجار السوداء. كلمة أبرق محورة من كلمة أبلق بالقلب بين حرفي اللام والراء في الكلمتين، وكلاهما من الأصل الكردي للكلمة وهو بلك، وهذه مؤلفة من ب تساوي با زائد لك لطخة. آجن، وهو الماء المتغير الطعم واللون. مختار الصحاح للرازي. الكلمة معربة من الأصل الكردي جني أي عفن، والألف في البداية مضافة للتعريب. الأبزيم، وهي الحديدة التي في رأس المنطقة أو الحزام، معربة من الكلمة الكردية آفزونك، وهي بذات المعنى. فرهنجي مهابات جوي مكرياني. أروما، أروما الشيء أصله وجذره. الكلمة معربة من الكلمة الكردية قرم بنفس المعنى، وهي مشتقة في الكردية من مقطعين. قر تساوي المقطوع، وهو محور من كر من الفعل كركرن أي القطع، والمقصود به ما يتبقى من الشجر أو نحوها في الأرض بعد قطعها. واللاحقة ميم. الأبهى، العظمة والكبر، المنجد لمعلوف، محورة من الكردية بها أي ثمين غالي قيم. آب، آب القمر وآبت الشمس، لغة في غاب. مختار الصحاح للرازي. كلمة آب معربة من الأصل آفا، آفابون، الغياب أو الغروب أو الضياع، وعلى الأغلب كلمة آفا بمعنى الغروب في الكلمة في الكردية ترجع إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. لاحظ هذا الجدول. أبدي، المستقبل الذي لا نهاية له. الكلمة محورة من الأصل الكردي بيداوي التي تعني بلا نهاية، والألف في أبدي مزيد. أزلي وأزل، الأزلي هو الماضي الذي لا بداية له. الكلمة من الأصل الآبستي آسري أي بيسري في الكردية الحالية، وتعني الذي لا رأس أو بداية له، حيث الأبستائية هي أداة النفي أي لا أو بلا، وهي في الكردية الحالية نا أو ب. والمقطع سري يعني الرأس، هنا استبدال اس بزين وراء بلا. الأباب هو الماء أو السراب، المنجد لمعلوف. الكلمة من الكردية آف، آب، آو، الماء، وتم تكرار الكلمة آب لتحاشي اختلاط معناها مع كلمة آب، ويماثلها تعريبا كلمة عباب، كقولك عباب البحر. الأبريز، وهو الذهب الخالص، المنجد لمعلوف. الكلمة محورة من الكردية آفزير، وتعني ماء الذهب. فرهنجي مهابات جويي مكرياني، حيث آف تساوي الماء وزير تساوي الذهب، وتم تبديل بين موقعي الراء والزاي، وهذا وارد جدا ويعتبر من فنون التعريب. أفل، أفل أفولا أي غاب، وأفل القمر أفولا غاب، فهو آفل المنجد لمعلوف. الكلمة محورة من الأصل الكردي آفا تساوي غاب تساوي غرب، واللام في الآخر مزيد لجعل الفعل ثلاثيا. آم، آم أو ما اشتد عطشه، والأوام العطش المنجد لمعلوف. الكلمة من الأصل الكردي آف، أو، آب، آم أي الماء، لأن العطش يكون بنقصان الماء في الجسم، حيث أن الماء هو ما يطلبه العطشان. آوى، والمأوى هو مكان الإيواء. الفعل آوى محور ومعرب من الأصل الكردي آواي أي آفاي، المعمور أو البناء أو أي مكان تم بناؤه. الإبريق وإبريج جمعها أباريق، لسان العرب لابن منظور. الكلمة معربة من الكردية آفريج التي تعني الذي يصب الماء.
الانشياط شاط السمن أي احترق، والانشياط هو الاحتراق. الكلمة معربة من الأصل الكردي شوات أي الاحتراق. الإباء تأبب به، تعجب وافتخر وتعظم. الكلمة محورة من الكردية باي أي الغرور والتكبر والتباهي والإعجاب بالنفس. الإفراز والإفريز معربتان من الكردية آفريج التي تعني الذي يصب الماء أو يكب الماء. الإكليل شبه عصابة تزين بالجواهر. الكلمة معربة من الكردية كليلي بنفس المدلول وتعني لفة الورود بالكردية، وهي مركبة من مقطعين قل وهو الورد حور إلى كل، ولي محور من آلاندي من آلي أي ملتف. الآبدة جمعها أوابد وهو البناء القديم أو الأزلي أو الخالد. الكلمة هي نفس الكردية آبدة أي الهيكل أو التمثال، المحورة في الكردية من الكلمة الأبستائية آباهي آباتي بالكردية تساوي آباد الفارسية، وكلاهما بمعنى البناء أو البناية أو العمارة أو المعمورات. وما نرى من اللاحقة آباد في أسماء المدن كإسلام آباد وعشق آباد إنما تعني مدينة. الاتفاق والاتفاقية التي بمعنى الإجماع والتوافق. الكلمة من الكردية اتفاق تساوي الاتفاق الإجماع التضامن اجتماع الرأي، المؤلفة من تف أي الجمع الكل زائد اللاحقة آك، أي أن كلمة اتفاق أصلها في الكردية هي تفاك التي حورت في العربية إلى اتفاق، ومنها الاتفاقية والموافقة والتوفيق وغيرها. أتم أتما فهو تمام وهو الجمع بين شيئين المنجد لمعلوف. الكلمة محورة من الكردية تف التي تعني الكل أو جميع، ومنها كلمة تمام تساوي تواو تساوي تواو أي تمام في الكردية، وكل الصيغ السابقة مشتقة من تف. الآجر وهو الطين المشوي وقد يسمى القرميد. الكلمة من الأصل الكردي آجر المحورة من كلمة آجر أي تساوي النار، والمقصود به النار الذي يشوي الطين والمقصود به النار الذي يشوي الطين ليتحول إلى الآجر. لاحظ الجدول. إدريس في القرآن وهو أخنوخ في التوراة، المشهور عنه أنه كان نبيا يمتهن الخياطة والحياكة. كلمة إدريس محورة من الكلمة الكردية ترزي أي الخياطة المشتقة بدورها من درزي الإبرة. أعطى يعطي عطاء منح ووهب. الكلمة من الأصل الكردي دا أعطى مع زيادة العين في الأول. لاحظ الجدول. أتى يؤتي إتيانا أو يعطي، ففي الآية آتنا غداءنا أي أعطنا غداءنا مختار الصحاح للرازي. الكلمة من الكردية دا من الفعل دان أي العطاء، مع ملاحظة تحول دا الكردية تاء عربية في التعريب. أداء أدى أداء وتأدية، فعندما قولك أدى دينه أي أعطى دينه أو دفع دينه، الكلمة محورة من الأصل الكردي دا أعطى، مع ملاحظة إضافة الألف إلى بداية كلمة أداء، ومنها الأداة أي الآلة والجهاز. الأداة هي الآلة والجهاز الذي يؤدي عملا ما، مشتقة من الفعل أدى الذي بدوره من الأصل الكردي دا الذي يعني أعطى أو أدى. إبداء الإبداء وهو الإعطاء، فقولك أبدي رأيك أي أعطي رأيك. الكلمة من الكردية بدا وتعني أعطي. أتاوى بمعنى الضريبة أو ما يعطى من ضرائب. الكلمة معربة من الكردية دا أي العطاء أي دفع وعطاء الضريبة. الإبريسم وهو الحرير لسان العرب لابن منظور. الكلمة من الكردية هفريشم تعني الحرير. الأذى كلمة أذى وإيذاء في العربية، وكلمة إيش تساوي الألم في الكردية، وأجي الأبستية والبهلوية. وكلمة
الشيء، الألم في الإنجليزية، كلها من أصل واحد، فكل كلمة منتهية بألف وهمزة ليست كلمة عربية أصيلة، إنما تكون معربة. الأوار هو الحر والنار، فأوار الحرب ناره، الكلمة محورة من الأصل الكردي آور، آجر، آر. الأرى الموقد المنجد لمعلوف، الكلمة من الأصل آر أي النار، أوقد وأرث بينهم أو أرث بينهم نار الفتنة، وتأرثت النار، اتقدت، والأرثة والإراث هو ما توقد به النار، المنجد لمعلوف، الكلمة محورة من الأصل الكردي آر النار، والثاء في الآخر مزيد ليصبح الفعل ثلاثيا. أرج، أرج النار أوقدها، المنجد لمعلوف، الكلمة من الأصل الكردي آر النار، والجيم في الآخر مزيد ليصبح الفعل ثلاثيا. أرى، أرى النار أوقدها وذكاها، المنجد لمعلوف، الكلمة من الأصل الكردي آر النار، والألف مزيد ليصبح الفعل ثلاثيا. أنجر هي مرساة السفينة، الكلمة من الكردية لنجر وهي المرساة، والكلمة من لينج الرجل، وجر القابض، لنجر لنجر، ومعناه الرجل الماسكة، أي التي تمسك السفينة وتمنعها من الحركة، إذن أنجر متأتية من لنجر. أزف، أزف إيزافا أعجله، والأسف السرعة والنشاط، ويمشي الأسف يمشي سريعا، المنجد لمعلوف، الكلمة محورة من الكردية زو ويعني سريع، والألف مزيد، والفاء مقلوبة عن الواو في كلمة زو. الأذان، يذهب بعض اللغويين العرب في قواميسهم إلى أن كلمة الأذان وهو النداء لمواعيد الصلاة، وهي كلمة غير عربية، كما في كتاب شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري. الكلمة آذان السومرية تعني الموعد أو وقتا محددا، وقد دخلت في اللغة الأكادية بصيغة أدنو لتعني فترة، الموعد، مدة زمنية، وقت محدد، وفي الآرامية عيدان وعيدان، وفي لغة كلدان العراق عيدانا، والأصح أن كلمة آذان أو وأدانو وعدان وعدانا في اللغات السابقة محور من الكردية دان العطاء أو الموعد أو فترة معينة، وأصلها في الكردية مأخوذ من مواعيد إعطاء العلف للحيوانات الداجنة في فصل الشتاء القاسي، داني سبي داني إيفاري. أس وأساس، أسن الدار بنى حدودها ورفع من قواعدها، أسس البيت ووضع لها أساسا، وكلمة أس وأساس البناء باللغة السومرية، الأس والإس والآس والأسس جمع أساس هو أصل البناء، فيقال الحجر الأساسي أو الحجر الذي يوضع في أساس البناء. مختار الصحاح للرازي والمنجد لمعلوف. الكلمات السابقة كلها مع اشتقاقاتها من الأصل الكردي آسا، ياسا الحجر أو الصخر، وفي الكردية كلمة ياسا القانون مشتقة من كلمة ياسا الصخرة، والسبب لأن القوانين في العهود القديمة كانت تحفر على صخر منبسط، وكلمة الأساس عربيتها هي القاعدة،